النهارده في شارع الخيامية علشان نزور الجامع الإبراهيمي أو جامع إيدال اليسرى. عرف المسجد في بادئ الأمر كمدرسة أمر ببنائه الأمير إيدال إحدى مماليك السلطان برقوق، وتحول بفعل الملحقات التي لحقت به إلى مسجد وضريح وقف، ودفن فيه الأمير وحفيده أحمد بن علي. مين هو إيدال اليسري؟ هو الأشرف أبو النصر سيف الدين إيدال العلائي الظاهري، ولد في 784 هجريا 1382 ميلاديا، وهو السلطان الثاني عشر في دولة المماليك الشراكسة. جاء بالسلطنة بعد خلع الملك المنصور عثمان ابن الملك الظاهر جقبة، وده كانت سنة 857 هجرية. الأمير إيدال من ضمن مماليك الأمير يلبغ العبيد، وترقى بعد وفاة أستاذه حتى أصبح من ضمن أمراء الديار المصرية، وده كان في عهد الملك المنصور علي ابن الأشرف شعبان. عندما حاول الأمير إيدال الانفراد بالحكم صد له الأمير برقوق، وحدثت بينهم موقعة شديدة، وده كان سنة 781 هجرية 1379 ميلادية، والنصر كان حليفة الأمير برقوق. وعلى أثر هذا النصر تم القبض على الأمير إيدال وحبسه في الإسكندرية مدة مش طويلة، وبعد كده تم الإفراج عنه وولاء السلطان برقوق نيابة طرابلس، وبعد كده تم استدعائه إلى القاهرة وعين اتبكى للعساكر المصرية، وعظم قدره عند السلطان برقوق، وصل ليه كلمة ونفوذ كبيرة في الدولة. مرض الأمير إيدال مرض الموت ولزم بيته حتى وفاته في 865 هجريا 1461 ميلاديا، وقيل إنه مات مسموم. بتشير الكتابات على واجهة المدرسة إن تم اكتمال بناء المدرسة بعد وفاة الأمير. سورة من سور القرآن الكريم بدأت باسم من أسماء الله الحسنى، فما هي؟